استنكر مواطنون من أهالي كوباني العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، حيث أكدوا أن العزلة المفروضة على القائد هي عزلة على الشعب الكردي كافة. وطالب الأهالي خلال حديثهم المجتمع الدولي بالخروج عن صمته حيال العزلة التي تفرضها تركيا على القائد آبو، ومنع لقاء العائلة والمحامين به منذ ما يقارب ال3 سنوات، مما يعني أن الدولة التركية مسؤولة أمام الشعب الكردي. القائد آبو يمثل كل شيء بالنسبة لنا، ليس للشعب الكردي فقط، بل من أجل كافة الشعوب المظلومة. والقائد ليس وحده. أين يوجد في العالم أسرة لا تستطيع زيارة أحد أفرادها المعتقلين في السجون؟ ونحن ندين ونستنكر هذه السياسات. ليس فقط القائد موجود في السجن، بل الشعب الكردي بإنسانيته بأكمله مسجون. العدو يخاف من فكر القائد وتحليله، لهذا السبب فرض عليه العزلة أمام أعين جميع دول العالم. لماذا الدول تغض سمعها وبصرها تجاه هذه العزلة على القائد؟ هنا تحت فلسفة القائد آبو جميع الدول ساندت بعضها صفا واحدا، وصلوا إلى اتفاقية في السنة الثالثة على أن لا يوجد هناك لقاء مع القائد.